السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عيب تحزن ولا عيب تبكي. الحزن مش ضعف، الحزن إنسانية، الحزن حياة. مشاعرك مش عيب، كل دمعة بتنزل من قلب المؤمن ربنا شايفها وحاسبها وحاسس بيك. ربنا قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. يعني ربنا مش عايزنا نحزن، مش لأن الحزن حرام، لكن لأنك قلبك غالي قوي على ربنا. هو عايزك تكون مطمن ومستبشر ومتوكل عليه، والشيطان هو اللي عايزك تحزن دايما. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بكى على ابن إبراهيم وقال: وقت موته وفراقه إن العين لتدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وفي حديث آخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني حتى وجعك مش رايح حاضر عند ربنا، كل لحظة ألم محسوبة عند رب رحيم كريم، بيطهرك وبيقربك منه أكتر وبيغفر لك ذنبك وبيرفع درجاتك. فما تكتمش حزنك، بس سلمه لربنا، احكيله عن وجعك وهو أدرى وأقرب بيك وحاسس بيك. صلي واسجد وقرب له واحكي له كل اللي مزعلك. بلاش تجلد نفسك على أي شعور بتحسه، لأن دي فطرة ربنا خلقنا بيها. الحزن والخوف والقلق وكل المشاعر دي ربنا خلقنا بيها، ومش عيب ان انت تحسها، بس الجأ له وارجع له واسجد واقترب. وبلاش تجرح او توبخ انسان حاسس بالحزن او الألم او الوحدة او الخوف او اي مشاعر. حاول تفهمه وتحس بيه وتهون عليه واجبر بخاطره، يمكن بكلمة منك تكون سبب في جبر قلبه ورجوع ربنا، وتكون سبب ان انت تكون جابر خواطر الناس. والجزاء من جنس العمل. المشاعر مش عيب، خليك عارف دي كويس. وابعت الكلام ده لكل اللي تعرفهم. وشكرا ليك، وصلي على اللي هيشفع لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.